الله الرحمن الرحيم. أهالي مصر المحروسة بإذن الله وأمره، المحبوسة في ظل ظلم وطغيان السيسي ونظامه، أنتم على الحق، أنتم أصحاب الحق، أنتم من تطالبون بالحرية والكرامة. تذكروا أن السيسي أتى لمنصبه على جثث الشهداء بمظاهرات، وهو اليوم يقتل شبابنا في المظاهرات. أن السيسي رفض اعتماد نتيجة الصندوق، وهو الآن يسعى إلى شرعية الصندوق. أجرى انتخاباته الرئاسية، وهاكم تقرير البرلمان الدولي البرلمان الأوروبي يتكلم على أن انتخابات الرئاسة لم تتم بمعايير دولية ومعايير صحيحة ولا بأي معايير، وليست لها قيمة. يكفيكم فخرا وشرفا أنه ما زال حتى الآن لا يستطيع أن يدير دولة مستقرة، تنهار كل شيء فيها. هو الذي حارب مرسي بما يسمى شرعية الإنجاز، وهو الآن لا يستطيع أن ينجز شيء، بل تتدهور الحياة في مصر في وجوده وفي وجود عصابته. هذا الأفاك الأثيم الذي يقتل شباب مصر ولا يرعوي، ما زال حتى الآن يدرك أن شرعيته منقوصة ويلتمس الشرعية في كل مكان. فإذا لم تكن بالاستفتاء على الدستور فبانتخابات الرئاسة، فإن لم تكن بانتخابات الرئاسة فبانتخابات برلمان زائف مزور باطل. من الآن قتل المعارضين وسجنهم واعتقلهم وأغلق صحفهم وأغلق فضائياتهم، لم يبق منهم شيء. فأي انتخابات هذه التي تجرى؟ فإذا به أتى بمبارك وعصر مبارك ورجال مبارك مرة ثانية، وكل هذا حافز يحفز الشعب المصري أن ينزل وأن يستعيد مصر من أيدي هؤلاء الذين نهبوا ثرواتها. لا حل إلا بالنزول، لا حل إلا بالتظاهرات، لا حل إلا بالحسم. متى هذا الحسم؟ 25 يناير قد تكون يوم حسم، وقد تكون موجة كبيرة في طريق الحسم إن شاء الله. كل هذا يتوقف على إدراك شعب مصر أنه في خطر شديد، مستقبله ومستقبل أبنائه في خطر شديد. كل المطلوب مننا أن نعي وأن ندرك أنه لا حياة لنا ولا كرامة لنا ولا حرية لنا في هذا الوطن طالما بقي السيسي وعصابته. فهبوا إلى هذه الثورة المباركة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليكم هذه الثورة بنصر من عنده. يسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله.